السلام عليكم أعزائي عزيزتي متتبعين قناة العربي العلوي، أهلا وسهلا بكم من جديد. إخواني أخواتي، موضوعنا إن شاء الله في هذا الفيديو اللي هو على الغلاء ولا كتريا الغلاء في هذا سيدنا رمضان. يعني المغاربة، يعني اللي كيخرج للسوق ويتقدى راه مكوي، وبالله عليك كتبداها من الربيع، الربيع هو الأول، تتبداها من الربيع حتى الأخير خضرة. اللي حطيتي عليه يديك الا كيلهب هاد الناس المساكن. والله العلي العظيم الا انا كنتسوق كنخرج كنلقى شي عيالات راه القلب ديالنا كيتألم. كتلقى عندها 30 درهم عباد الله و50 درهم في هاد الوقت الغلاء. بالله عليكم يا مسؤولين، كي غديروا غدا امام الله؟ كي غديروا بالله عليك يا مسؤولين؟ واش 50 درهم اللي عطيناها لك انت عطيناها لك وخرج نقولوا لك سير نفق بها لولادك، شنو غتجيب بها؟ ما عليك ما تجيب. راه الناس يعني كنشوفهم بحال اللي عايشين مساكن غير على الله غاديين. انا دابا كنتسوق كنشوف وانا بالعيني كنعاين لحقاش داك المشاهد وداك الشيء كينفعوني في هاد لا فيديوهات. كنشوف وكنعاين، يعني العيالات مساكن ما شاء الله كتلقى طالعه هواده محبين الخضاره، طالعه هواده لعل وعسى تصادف شي حاجه اللي هي رخيصه. وفين هو الرخيص؟ انا عاود لي مول الربيع عاود لي قال لي في مراكش، قال لي وشاف الفيديو في مراكش. بالله عليك واش الربيع كيتباع بالكيلو؟ هادشي سمعناه، ولا حول ولا قوه الا بالله. غتشوفوا هذا السي البرنامجي بارك الله فيه، يعني شنو كيحضر هذه الحكومه. تصنتوا اخواني اخواتي. باش كيقول لك نزلنا التضخم وكنهبط نشري الخضره مطيشه ب 12 درهم والجلبانه ب 15، واحد الغلاء لدرجه ان واحد الوزير قال لنا عندكم الزهر اللي باقيين كتشريو اللحم ب 130 درهم. انا ما عندي مشكل نشري اللحم ب 30 درهم المغربي، ولكن اعطيني اجره باش يمكن لي نشري اللحم ب 130 درهم وما ياثرش على الاختلال ديالي الاسري وديال حياتي اليوميه. اليوم السؤال اللي خصو يتوجه للمغاربه، واش تبدلات شي حاجه في حياتكم هاد 4 سنين؟ اليوم واحد يمكن له يكون جالس ويقول له ودي هاد الحكومه شنو نجزات بكل بساطه. يقول في 2021 شنو قالوا لنا في الحمله؟ المطالب كانت سقف المطالب كان مرتفع بحجم الطموح، ولكن دابا الكلام بحجم التبرير. شنو داروا في البرنامج الحكومي؟ التزاماتهم. ها احنا فين وصلنا دابا في التشغيل؟ ما عمرنا وصلنا الى ارقام ديال البطاله بحال اللي وصل لها المغرب في سنوات الازمه، ما كناش كنوصلوا 13.2%. وهاد الهشاشه وهاد عدم الكرامه وهاد الشغل كذا. نمشيو للتعليم، من اضعف السياسات اللي كيداروا اليوم هو التعليم. كيقولوا لنا مع الاسف هذه الحكومه ملي كتجي تهضر معاك كتقول لك درنا اكبر غلاف مالي. هما عندهم السياسه والتنميه هي شحال حطوا الفلوس، لا كانه الدعم الاجتماعي. حنا كنقولوا ماشي صدقه، هو حق، وانه الا خصصتي شي ميزانيه في الشق الاجتماعي راه ماشي نفقه ضائعه، هذا استثمار في المجتمع. هذا هو الفرق بيننا وبينهم في المساله الاجتماعيه. في التعليم 84 مليار درهم في 2025. نعطيكم بعض الارقام وندوز عليهم دغيا. جات الخزينه العامه للمملكه كتقول لهم اضعف نسبه انجاز ديال الميزانيه ديال التعليم في لي زونغاجمون ما فاتوش 60%، اضعف نسبه. وحنا عندنا الرهان على التعليم هو رهان وطني استراتيجي. نجيو للصحه، نجيو للوعود اللي طرحوا معنا هاد الاخوان في الصحه، لا المستشفيات العموميه، لا تقويه ادوار الدوله، لا الضبط، لا المستشفيات الاقليميه، لا هادشي كامل. فين لقينا راسنا في الاخر؟ لقينا راسنا المغربي كيطلب موعد باش يدير السكانر كيتسنى 3 شهور، ولقينا راسنا تنخلقوا اثرياء جداد هما اثرياء الحمايه الاجتماعيه. المغرب خلق اثرياء ديال الطرقان ديال البني، مزيان نساهموا في خلق برجوازيه وطنيه، ولكن ما خلقوش برجوازيه وطنيه الصالحه. لقينا انه الدوله الاجتماعيه تتخلق اثرياء جدد اللي هما اثرياء الحمايه الاجتماعيه في الدواء، في التصنيع، في الكلينيكات، في هذا الشيء كامل. نمشيو اسيدي اي قطاع بغيتو، في السياحه نذاكروا، في كل شيء نذاكروا. يعني كاين واحد في المحصله العامه اشياء مختله جدا، ارقام والتزامات لم يوفوا بها، التزاماتهم كاملين زعما نناقشوا معهم التزام بالتزام. ثم انه الاسطوره ديال حكومه الكفاءات اليوم انهارت. ما يمكنش انت جيتي سميتي على راسك حكومه الكفاءات، ولكن حنا تسنيناكم قلنا ما كاين مشكل سيدي، بحسن النيه طلقتي على راسك والصحافه وكذا. جينا بعد 4 سنين ونص ما لقينا كفاءات. ما كاينش تعميم هنا، ولكن في غالب التدبير ما كاين كفاءات. الميزان ديال القياس الكفاءات هو ميزان سياسي، لان الدستور 2011 تيهضر على الحكومه السياسيه. اليوم ولا الميزان واللي خصنا ننتبهوا ليه هو الميزان ديال السي في. واليوم بان بانه السي في ما كيأديش لا للتغيير، لا عمق اصلاحي، لا نظره استراتيجيه، لا قدره على قرار سياسي. المغرب اللي محتاج غدا هو رجال ونساء في المسؤوليه عندهم اولا القدره، كابرين في مدارس سياسيه،
كما كانت يمين او يسار، ولاد هذا الشعب كيشبهوا للناس، كيشبهوا للمغاربه، ثم عندهم قدره على اتخاذ القرارات، ثم عندهم قدره انهم ينزلوا يتحاسبوا بهذا ويتحملوا التبعات. هذا هو النخب اللي محتاجهم بلادنا غدا، ومحتاج النخب اللي كتشعر بالناس، ماشي نخب اللي الارقام التي تحقق ماشي ارقام لصالح المغاربه، بل ارقام في جوايه اخرى اللي تتحقق. بمعنى انه الانتخابات المقبله غيكون التنافس السياسي حول العناوين الكبرى اللي زعما سايرت الاداء الحكومي من 2021 الى وهذا تبرين طبيعي ان الحكومه تنزل تدافع على الحصيله ديالها، ولكن خصها تنزل مجموعه تدافع عليها. دابا بان بانهم ما غينزلوش مجموعين يدافعوا على الحصيله، لانه الى جانب المعارضه اللي كتصدر علينا معارضه مؤسساتيه، راه داخل الحكومه معارضه الكفاءه اللي ما عندهمش. اولا عندهم واحد المعارضه خطيره بعدا بانت عندهم، هي معارضه عدم الانجاز، هذه معارضه ديالهم، معارضه عدم الكفاءه وعدم القدره على التغيير. وعندهم معارضات اللي كتبان دابا كونجونكتورال ديال الظرفيه وديال التموقع غدا. شكون اللي غيوصل الاول؟ شكون اللي غيوصل الاول؟ التقدير السياسي ديال السي مزواري وديال يعني المعارضه وديال الحزب تاع نعتبروا غير تقدير سياسي ديال الا بغيتي، ولكن هذا راه تقدير عام، هذا احساس عرفتي علاش هذا واش نعقل عليه باش نسولك ان شاء الله بعد الانتخابات. شوف وصولني بعد الانتخابات، ولكن نقول لك واحد السؤال من نسول، غتسول المغاربه واحدا هاش تغيرت حياتهم هاد 4 سنين ونص؟ هذا هو السؤال اللي فين خصو يتوجه للمغاربه، لانه مقابل فاش كيقول لنا نزلنا المديونيه، وحنا كنعرفوا بان المديونيه من اكثر النسب اللي غرقات فيها البلاد. باش كيقول لك نزلنا التضخم وكنهبط نشري الخضره مطيشه ب 12 درهم والجلبانه ب 15، واحد الغلاء لدرجه ان واحد الوزير قال لنا عندكم الزهر اللي باقيين كتشريو اللحم ب 130 درهم. انا ما عندي مشكل نشري اللحم ب 30 درهم المغربي، ولكن اعطيني اجره باش يمكن لي نشري اللحم ب 130 درهم وما ياثرش على الاختلال ديالي الاسري وديال حياتي اليوميه. اليوم السؤال اللي خصو يتوجه للمغاربه، واش تبدلات شي حاجه في حياتكم هاد 4 سنين؟ هما الله يخليك قوس اخير، هما كيقولوا واحد القضيه في بلاغتهم خطيره، تيقول لك بانه وسعنا المساعدات المباشره 4 المليون وصلنا ل5 أو 6. راه هذا الموضوع خطير. عرفتي شنو كيعني هذا؟ كيعني هذا انك ما درتيش التنميه، وبانك تمأسس للفقر. الوقت اللي كتقول للناس كتعطيهم داك 500 درهم من 4 مليون كتقول بافتخار ونقلنا الى 6 المليون ديال الدعم المباشر، يعني انك تمأسس للفقر وتمأسس لدوله الصدقه، ماشي دوله الحقوق ودوله الكرامه. هذا هو الخطير في اللي كيتمارس اليوم. العادي غدا السي مزواري الا لقاوك متحالف مع واحد من هذه الاحزاب ولا مع هذه الاغلبيه في حكومه او في اغلبيه، يمشيو هما يقنعوا المواطنين اش كانوا كيقولوا بعضياتهم في 2021 وكيفاش تحالفوا. هذا موضوع سؤال مطروح عليهم، ما مطروحش عليا انا دابا. غدا لكل حديث حديث النقاش ديال الحصيله على في البرلمان. ولكن هذا السؤال يطرح على الناس المتناحرين وبيلغه بعض المرات خارج عن الاعراف والاخلاقيات، وبعد 5 ايام لقاو راسهم معانقين. هذا من الاشياء اللي كتخلي العزوف وضياع الثقه. وحنا تنعرفوا بان المواطنين بان المغاربه تعرفوا بانه ما يمكنش اليوم واحد او جوج يمكن يعملوا تحالف، او يكون تحالف في العائله او تحالف عنده مرجعيه موحده، الا ما كانش اليسار يكون الديمقراطيين يكونوا الحداثيين. بمعنى ننتظر تنافس داخل الاغلبيه بين الاحزاب الثلاثه المكونه للحكومه عندما تقترب. ماشي ننتظر، انتم الصحفيين المحترمين تتشوفوا دابا. لا تتشوفوا من الفرقشيه وبدات الدفاع عن الحصيله، الدفاع عن الحصيله ماشي يتبنى هذا الخطاب. لا حنا اللي تنقولوا في الاخلاق السياسيه، حكومه خصها تدافع كلها على حصيلتها. اليوم بان راي اخر تيقول لك كل واحد يدافع على راسه على قطاعاته، واخا ان حتى الاخر اللي كيقول لك ندافع على قطاعاتي ما كاين، ما شفنا قطاعات في الحقيقه، ما شفنا نتائج مهمه تعملات. ولكن من الاخلاق السياسيه الجديده انه كلهم، لان كلهم جابوا برنامج حكومي وصادقوا عليه بداك الاغلبيه العريضه اللي عندهم، وكلهم نزلوا للتنفيذ داك الشيء، وكلهم كيجتمعوا كل خميس، وكلهم تيتلاقاو من اجل مناقشه السياسات، وكلهم كيجيبوا داك الشيء للبرلمان. يعني المحاسبه خصها تكون محاسبه جماعيه لواحد الجهاز، خصو يكون منسجم متضامن. الحزب عندكم بدائل بخصوص هذا؟ طبعا عندنا بدائل، عندنا بدائل حنا تنشتغلوا عليه باستمرار. يعني راه برنامجنا ديال 2021 الانتخابي وحتى اللي قبل منه راه باقي طرح اشياء وبدائل حقيقيه، فيها اليوم اشياء ديال التحيين، فيها مواضيع جديده تطرح. حتى واحد ما كان كيهضر على الذكاء الاصطناعي. اليوم من بين القضايا الاساسيه اللي خص تكون كرافعات كتهيئوا النخبه اللي غتقوم بالدفاع على هذا البرنامج. النخبه الاستاذه مهيئه وموجوده، وحنا مشاتل هذه النخب هي الشبيبه، هي القطاع النسائي، هي القطاعات، هي النقابه، هي الحزب فيما موجد. كاين هذه النخب تؤهل. يعني حنا مشكل النخب ما عندناش زعما هذا لو ديفيسيت ما تنعيشوش، لانه بالمنطق ديال السيره الذاتيه وبالمنطق السياسي وبالمنطق المسار وبالمنطق ديال الانتماء لواحد الفكره وطنيه. ندخلوا الانتخابات وانتم مرتاحين؟ حنا مرتاحين الان. يعني نحن نحضروا الانتخابات في الانتخابات. انا نقول لك بان البروفايلات اللي غنرشحوها هي بروفايلات تشبهنا وتشبه المغاربه، وعندها اطروحه وعندها قدره على النزول. المجال الفئه ديال الشباب اللي تحدثوا عليها. طبعا كاين فئه الشباب مرشحه وغتلقاوها مرشحه، وكاين نساء مرشحات حتى من خارج اللوائح، ودي دعوه الكاتب الاول صريحه للترشيح نساء يعني في دوائر محليه. الترشيحات الجاهزه
اللي هي معروفه. لا هو ترشيحات الجاهزه راه عندهم مالها دابا راه كاينه. انتم غير معنيين بها. لا حنا غير معنيين تاريخيا لان ترشيحاتنا ونخبنا كنصوبوها خصهم يقدموا معنا غير اللعبه الانتخابيه، خصها غير تنقل عمليه وحنا واجدين. كاين شي امكانيه ديال باش نمشيو نختموا بالمحور الاخير اللي هو اليسار. ماذا يقع على اليسار في المغرب او اليسار المغربي؟ هذا التشتت وهذا عدم الانسجام وعدم التنسيق والصراعات الى حد ما شخصيه اكثر منها سياسيه. هو كاين جروح تاريخيه بعدا. كاين جروح تاريخي. المصطلحات اليوم راه كثيره، كاين الغزال وكاين الفتور وكاين الجروح. الغزال ديالك ماشي ديالي. لا دابا هذه المصطلحات نشتغل عليها. كاين جروح تاريخيه الحقيقه هي هذه، وكاين تقدير تقدير موضوعي وغير موضوعي. لا شوف حنا الاتحاد بكل صراحه وبكل مسؤوليه، حنا هذه الدعوه ديال وحده اليسار راه ماشي حيت بانت اليوم كطرف، لا هذه دعوه اللي عندنا فيها قناعه سياسيه راسخه بانه الى تجمعات مكونات اليسار تحت اي صيغه، راه عطى الله الصياغ فين يمكن يلا نبداو نبنيو الثقه، نمشيو ولا نديروا ترشيحات مشتركه في دوائر محدده، نمشيو نديروا في التجربه ونديروا برنامج مشترك. الكلام اللي كنسمعوا الان دابا لا هذا راه نقاش قديم غير بلاتي السي عبد الله الان يعني استحدث. لا اخر بيان المكتب السياسي فيها الدعوه، بيان المؤتمر الوطني 12 جميع الاحزاب عندها هذه الدعوه، ولكن حنا ما كنطرحوهاش بواحد الاريحيه بواحد الطرف باش نسدوا واحد الثغره. لا حنا كنطرحوها بقناعه، كنقولوا لا مكونات صار تجمعوا في المغرب، كنقولوا كاين شي حاجه سميتها شعب اليسار اللي هو جالس ما تيساهمش في العمليه الديمقراطيه، ولكن ينتظروا عرض سياسي موحد لليسار. حنا شاعرين بذاك اللحظه لانه التشتت ديالنا هو الحديث الموضوعي لهاد الناس اللي كيدوزوا دابا، احنا اللي كنخليهم لا المحافظين ولا الاخرين، يعني التشتت اليسار هو الحليف الموضوعي والطبيعي. لذلك كاين اشياء ممكن نبنيو بها الثقه. حنا دعوتنا الاتحاد داخل في واحد المنطق ديال الهيكله ماشي ديال الاحتواء. حنا راه هما كيفكروا بواحد المنطق ديال من سيقود، حنا هاد من سيقود دابا تا واحد الاخ زعيم حزب سياسي طرح الدعوه اليسار بدون شروط مسبقه، حنا قيادتنا واضحه عند الرؤيه، نجلسوا نتذاكروا البرنامج الموحد ممكن يمكن نمشيو ونعملوا لوائح مشتركه ومرشح مشترك، هادشي راه ممكن، غير خصنا نتجاوزوا شويه ديال هذا. كاين اللي كيقول لك جبد واحد الراجل من القبر نحاكموا لانه دعا الى التصويت على الدستور. انتم سمعتوا اخواني اخواتي، يعني هذا البرنامج اللي بارك الله فيه، لحقاش انا كنقول يعني ما كنعممش انا في الفيديوهات ديالي، الا لاحظتوا اخواني اخواتي كنقول ما كنقولش كل شيء خايب، البعض، ولكن القليل اللي هما ناس مسؤولين وعندهم واحد الضمير اللي هو يعني وطني وكيحسوا بالمسكين وكيحسوا بالمواطن، واحد القليل، واحد فئة قليلة جدا. ولهذا اخواني اخواتي ما نطيلش عليكم، تبعتوا الفيديو وسميتوا لايكونا، ديروا لنا اللايكات وديروا لنا الاشتراكات، بارك الله فيكم، باش حنا ديما نعطيو الافضل. تحياتي للجميع، لا الناس اللي متبعيني داخل الوطن ولا خارج الوطن، بارك الله في الجميع ورمضان مبارك سعيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.